وفي سنة 1940 اتوفى الأب جورج جين، وده خلى الولدين يشتغلوا علشان يساعدوا أمهم، وكانوا بيشتغلوا في المزرعة بتاعتهم هما الاتنين، وطبعا كان بدون أجر ولا حتى كلمة طيبة من الأم. بس هنري الأخ الكبير كان بيشتغل بعد شغل المزرعة علشان يجيب فلوس، لكن جين ما كانش بيقدر إنه يشتغل بره لأنه كان مش واخد على الناس. وفي يوم من الأيام رجع هنري من الشغل واتخانق مع أمه، وقال لها إن هي السبب في إن جين مش عارف يتعامل مع الناس، وبدأ الاتنين صوتهم يعلى على بعض في وجود جين، اللي كان مستغرب من جرأة أخوه هنري في الرد على أمه. ومن هنا بدأ جين يكره أخوه هنري، لأنه كان شايف إن أمه بالنسبة ليه شيء مقدس ما ينفعش حتى تراجعها في كلامها. وفي سنة 1944 اتوفى الأخ الكبير هنري في حادثة، وبنسبة 99.9% جين هو اللي مدبرها له. وتفاصيل الحادثة إن في حريق نشب في المزرعة، وكان موجود هنري وجين